كان دخولاً مرعباً. يعني بدأوا بمجزرة يندى لها الجبين، قتلوا الناس في الشوارع، في المنازل، في الأزقة. It was very difficult for crusaders to distinguish between local Muslim population, local Jewish population, and local Christian population because they all looked the same. They all looked like Arabs. تذكر المصادر العربية أن نحو 100,000 شخص ذبحوا، بدليل أن المذبحة استمرت 10 أيام، ووجد نوع من السادية المريضة الجماعية بشكل غير مسبوق. الذي سجل بشاعة الصليبيين لم تكن أقلام عربية بل أقلام غربية. جماجم القتلى، السكالز، الجماجم لو جمعت لأقامت أسواراً تعلو عن أسوار بيت المقدس، وأن الخيول كانت تخوض في برك من الدماء. وكما قال مؤرخيهم من مؤرخي الحملة وكانوا من رجال الدين، إننا وفينا بالنذر الصليبي حينما وصلت دماء المسلمين إلى ركبنا. When the armies of the First Crusade finally break into Jerusalem in July 1099, they release the pent-up tensions of 3 years on the march and having finally achieved their spiritual goal. So really, it's a situation where the Crusaders wish to purify the city and take it back for themselves. And those defenders that survive are then driven out of the city. الأماكن الإسلامية دنست، قبة الصخرة والمسجد الأقصى كله تعرض للتدنيس وللتدمير. المسجد الأقصى جعلوه اسطبلاً لخيولهم. كنيسة القيامة حولت المراسم فيها إلى طقوس كاثوليكية وليست طقوس شرقية. بعد ما تأكدوا إن هم قتلوا كل اللي عايزين يقتلوه، وهم تقريباً جميع سكان المدينة من المدنيين، دخلوا وأيديهم تقطر دماءً وجباههم تتفصد عرقاً، وعلى مذبح كنيسة القيامة قالوا: نشكرك يا رب.